صباح الورد، صباح جديد مليان بالتفاؤل والحيوية والطاقة الإيجابية. في فيديو النهاردة ولا هتحتاري ولا هتفكري، هشيل عنك حمل، هعمل فطار ايه كل يوم. كل اللي عليكي بس تختاري الأكلة اللي انت عاوزاه. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تحطي أشيائي اللايك والاشتراك وكومنت قمر زيي. قبل أي حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نشوف المنيو بتاعنا. حابة أقولك إن بعد ما أخلص الفيديو ده على طول هتلاقي صور المنيو ده موجودة عندي على المنتدى، علشان لو حابة تحتفظي بيه ومش لازم كل مرة تفتحي الفيديو. وبرضه عاوزة أقول لِك إني أنا كاتبة المنيو بتاعي إن كل يوم وجبة، ولكن إحنا يعني كستات بيوت ساعات بيبقى متوفّر معانا مثلًا أكل من قبلها بيوم، فأكيد مش هاعمل أكل تاني، ممكن أكمّل بقى عليه مثلًا بشوربة لسان عصفور، أجدد شوية رز، أعمل جنبه مثلًا صينية مكرونة بشاميل صغيّرة، صينية جلاش باللحمة المفرومة. يعني أنا كاتبة إن كل يوم فطار جديد. ولكن أنتِ لو متبقي عندِك حاجة من قبل كده، فطبعًا ممكن تكمّلي عليها. خلّونا نبدأ بقى من غير رغي كتير. أول يوم السحور طبعًا المُتعارف عليه جدًا، فول، جبنة، زبادي، بيض، وده هيكون مكمّل معانا في بقية المنيو كلّه. أنا عاملة لِك منيو فطار وسحور كمان تحلية لو أنتِ حابة إن أنتِ تعملي حاجة حلوة لولادِك، ومثلًا الأفكار تايهة منِّك شوية أو كل يوم مثلًا متعوّدة إن أنتِ تعملي كنافة أو قطايف. وطبعًا برضه حابة أقول لِك إن أي حاجة بتنزل على اليوتيوب من أكل، من شُرب، من حلويات، أي حاجة أنتِ خُدي منها اللي يناسبِك ويناسب ميزانيتِك وما يضغطكيش. يعني مش عاوزاكم في وسط الهوجة بتاعة فيديوهات رمضان تحسّوا إن الدنيا متكربسة عليكم. حاولوا إن أنتم تهوّنوا على نفسكم وتاخدوا طاقة إيجابية من الفيديو، ما يخلّيكوش إن أنتم تبقوا محبطين. يعني مش مثلًا أدخل ألاقي واحدة منزّلة menu زي مثلًا، فأنتِ تقولي إيه ده! دي كاتبة سحور وكذا حاجة وكاتبة فطار كذا حاجة، والدنيا دلوقتي مثلًا مش قد كده. لأ، حاجة واحدة خُديها، يناسبِك حاجتين خُديها، نوع عصير واحد اعمليه. مش عايزة تعملي النهارده تحلية ما تعمليش. ولكن إحنا يعني برضه لازم نقول الحاجة اللي ممكن تتعمل، وإحنا ناخد منها اللي نقدر نعمله. يبقى اتفقنا على إن بإذن الله، بإذن الله كل سِت بيت شطورة تاخد اللي يناسبها وما تضغطش نفسها. مش عايزين نحس إن اليوم بيعدّي علينا بإرهاق في رمضان. حاولي كده تضبّطي الدنيا وأنتِ سِت الستات. العصير ممكن أول يوم نعمل خروب مثلًا وقمر الدين، ممكن تعملي بدل الخروب صوبيا، ممكن تعملي فاكهة. إحنا دلوقتي في الشتا وأحلى حاجة في رمضان إن هو ييجي في الشتا، فطبعًا بقى متوفر البرتقان، الفراولة، كمان في موز. ممكن تجيبي أي نوع فاكهة كده فريش وتضربيه في الخلاط ويبقى أحلى عصير. الفطار طبعًا الشعب المصري كله أو معظمه يعني بيحبوا البط في أول يوم رمضان والمحشي. في ناس ممكن مثلًا تعمل الرقاق وتسيب المحشي ليوم تاني. يعني أنا بافضّل إن ما يبقاش محشي وبَط في يوم واحد، ولكن في ناس كتير معتمدة المحشي والبَط في أول يوم رمضان. يعني دي طقوس مش عايزين نلعب فيها. طيب خلّينا ما نلعبش في الطقوس بتاعتنا ويبقى بَط ومحشي. ممكن تخلّي الرقاق ليوم تاني وشوربة ومخلل. يبقى هنا هنكتب محشي عشان أنا قُلت لِك إن الصور هتبقى على المنتدى. يبقى بط، محشي وشوربة ومخلل. الحلويات أول يوم بقى وندلعهم شوية ونضحي بحبة مكسرات، كنافة بالمكسرات. طيب اليوم التاني بُصّي أنا عاملة سهم هنا أهو، وعاملة سهم هنا أهو. طيب السهم اللي فوق بيقول إيه؟ السهم اللي فوق بيقول إنِّك لو معاكِ فطار من أول يوم من أول يوم، يبقى أنتِ هتكمّلي عليه مثلًا بشوربة لسان عصفور. شوفي بقى إيه اللي متوفر عندِك. متوفر عندِك مثلًا حاجة من البط، يبقى هتكمّلي عليه. ممكن بقى تعملي ساعتها صينية الرقاق. تمام كده؟ تمام إن شاء الله. لو مش متوفّر السهم اللي نازل تحت. لو مش متوفّر بقى هنعمل كوسة محشية باللحمة المفرومة، ورُز بالشعرية وسمبوسك، اللي إحنا طبعًا إيه، معظمنا بيحطّها في التفريزات. لو أنتِ مش مفرّزاها فهي برضه أمرها بسيط وسهل، وبإذن الله مش هتاخد معاكِ وقت خالص. كمان ممكن تحضّريها قبلها بيوم. وبرضه السحور هيبقى فول. ممكن بقى تدخّلي الجبنة القريش، وطبعًا الجبنة القريش يعني يا ريت نحطّها كتير أوي السحور. وكمان ما تنسوش إن ولادنا الأيام دي هيكونوا في مدارس، فيا ريت نهتم شوية إن السحور يكون يعني فيه كده إيه، عناصر غذائية مهمة عشان يقدروا يواصلوا اليوم بتاعهم. حابة أقول لِك إني برضه عاملة المنيو ده مش حاطة فيه عزومات. طب ليه مش حاطة فيه عزومات؟ ما إحنا ممكن ربنا يكرمنا كده ونتعزم يوم. طب ما أنتِ برضه ربنا هيكرمِك وهتعزمي يوم والّا 2 والّا 3، وبرضه هتتعزمي إن شاء الله يوم والّا 2 والّا 3. بس أنا مش حاطة العزومات. طب ليه مش حاطة العزومات؟ هنفترض إن في أسرة بتتفرج عليَّ مثلًا، هم بيحبوا يفطروا رمضان في بيتهم. ممكن يوم ييجي لهم عزومة، فأنا مش هابقى عارفة أنهي يوم بقى هنا معاكم، مش هاقعد أدوّر معاكم أنهي يوم اللي أنتم هتتعزموا فيه. فأنتم خدوا الأيام واليوم اللي أنتم تتعزموا فيه يبقى خير وبركة. خلّي الأكل ليوم تاني. تمام كده؟ اليوم التاني زي ما اتفقنا يا إما باقي الفطار يا إما كوسة محشية باللحمة المفرومة. الحلويات بقية الكنافة، عايزين نقتصد شوية في الحلويات بقى. العصير اعملي بقى العصير اللي أنتِ تحبيه. أنا هنا كاتبة سوبيا وبرتقان.
اليوم الثالث باذن الله بمشيئه الرحمن السحور هنعمل الفول بالطحينه وبطاطس محمره. ممكن تزودي جنبه، بصي انا عامله لك نقط ازاي، ممكن تزودي جنبه حسب ميزانيتك، ممكن تحطي مثلا جنبه بيض مسلوق، اي حاجه بقى انت حباها. الفطار جمبري بالخلطه ورز صياديه وسلطه وبتنجان غنوجه. على فكره في ناس كتير قوي قوي ما بتعتمدش السمك في رمضان، منهم اختي. عيب ان هو يدخل في رمضان طبعا علشان برضو التراويح وكده، بيكسلوا يعني السمك بيكسلهم. فانت ممكن بقى تستبدلي السمك ساعتها باي حاجه تانية بقى من اختيارك كده. انا برضو لازم احط السمك في المنيو علشان هو مفيد جدا. العصير تمر هندي، وبرضو سايباها لك مفتوحه عشان لو حابه تحطي اي نوع عصير تاني. الحلويات نفتكر بقى القطايف، ونعمل قطايف بالمكسرات. اليوم الرابع ان شاء الله السحور هيبقى بيض مسلوق، فول بالخلطه والزبادي. الفطار بطاطس بالفراخ ورز ومخلل وسلطه. العصير فراوله باللبن، وزي ما قلت لك طبعا الفراوله موجوده ومعظم الناس او معظم الستات الشطارات فرزوها. الحلويات صوابع زينب، وطبعا هنزل لك طريقه كل الحاجات دي، احنا بس لسه بنقول ايه يا هادي. اليوم الخامس السحور بيض اومليت، فول بالزيت والليمون وزبادي. الفطار كباب حله ورز بالشعريه والسلطه. العصير خروب. الحلويات كنافه بالمانجا. تمام كده. اليوم السادس السحور هيكون بيض مدحرج وبطاطس محمره وزبادي. البيض المدحرج ده اللي هو انت بتسلقيه وفي حته سمنه كده وبتدحرجيه على النار. الفطار ناجتس ومكرونه بالصلصه وسلطه. وزي ما انت شايفه ان احنا موازنين الايام جدا، يعني لو مره هنعمل بط، تاني يوم عاملين كوسه باللحمه المفرومه، ممكن بربع لحمه مفرومه تعملي الوصفه. فلازم يبقى يوم كده ويوم كده. معظمنا كده في بيوتنا، احنا مش بنمثل على بعض، احنا عاوزين نعمل منيو عقلاني، اللي هو انا مش كل يوم هطلع اقول لك اليوم الاول بط اليوم التاني فراخ، ما ينفعش، ما يعقلش ابدا يعني. هنا كنا عاملين كنافه بالمانجا اهو، كنافه بالمانجا، وهنا هنعمل باقي الكنافه. اليوم السابع شكشوكه بيض وفول وزبادي. الفطار فرخه مشويه، احنا هنا عاملين ناجتس. يعني ايه الناجتس ده؟ ممكن تعمليه بصدر فرخ بس ومع شويه بهارات وتوابل وبقسماط وكلام من ده، وبنعمل احلى ناجتس. هنا بقى هنجيب الفرخة كلها هنعمل فرخة مشوية، رز أصفر وسلطة صوبيا وفراولة أو نوع واحد حسب ميزانيتك. الحلويات قطايف. اليوم الثامن السحور هيكون فول بالصلصة وجبنة، والفطار هيكون مكرونة بالبشاميل وبطاطس محمرة وسلطة، والعصير هيبقى قمر الدين، والحلويات بلح الشام. وبإذن الله انتظري طريقة أقوى طريقة لبلح الشام واقتصادية جدا. اليوم التاسع السحور هيكون بيض بالبسطرمة وجبنة قريش وفول، والفطار هيكون كفتة ورز أصفر وبطاطس، والعصير هيكون برتقان، والحلويات هتكون بسبوسة. بصي السهم اللي نزل ده اعرفي ان في خير في اليوم اللي بعده على طول. اليوم العاشر السحور هيكون فول بيض. بصوا السحور انا المفروض ما اقراهوش لان هو كل يوم نفس الكلام، باختلاف انك بتعملي البيض بس بطريقه مختلفه مش اكتر من كده. ممكن مره تدخلي بطاطس، مره مثلا تقلي لهم كام واحده سمبوسه. يعني السحور هو ما فيهوش اختلاف، كل الشعب المصري لازم يحط الفول والجبنه في السحور. ويا ريت انك يخلي البيض معتمدينه في السحور، لان البيض هيكون فيه بروتين، ولو في مثلا ولاد رايحين المدرسه او حاجه فيقويهم شويه، وكمان يبقى مشبع مع الفول قوي. الفطار هيكون كباب حله فراخ ومكرونه وطحينه. كنت كاتبالك يعني في الايام اللي هي الكام يوم اللي فاتوا دول، بصي الايام بتجري بسرعه، في الكام يوم اللي فاتوا دول كنت كاتبالك كباب حله لحمه لو تفتكري. فكباب حله الفراخ هعمله معاكم حلو قوي، وبيتعمل بصدور الفراخ وبيكون تحفه تحفه بجد، ويعني ما يقلش حاجه عن كباب الحله اللي هو اللحمه. العصير هيكون كركديه. الحلويات هتكون سلطه فواكه كوكتيل، مش لازم بقى ايه كل يوم سمنه وسكر، ممكن نعمل سلطه فواكه خفيفه كده. اليوم ال11 هيكون سمك مقلي، وانا اسفه للي ما بيعملوش سمك يا جماعه، انا اختي هتعلقني. اليوم ال11 هيكون سمك مقلي ورز صياديه وسلطه. السحور هيكون فول بالثوم وجبنه قريش. هنا عامله ليه الدايره دي؟ عشان عارفه ان ناس كتير قوي هتقول لك الثوم تقيل في السحور. مش لازم تحطي راس ثوم، يعني انت ممكن تحطي فص ثوم واحد اللي هو بس احنا ايه هنحيق بيه الفول كده، مش اكتر ولا اقل يعني. العصير عصير فراوله، بصوا مهتميه بالفراوله ازاي، وكمان ممكن تهتمي بالبرتقال. بصي برتقال فوق وفراوله تحت. ليه بقى؟ عشان هما موجودين في السوق، يعني انت مش لو ما فرستيش هتلاقيهم ان شاء الله. الحلويات كنافه بالشوكولاته. عايزه اقول لكم دي تقريبا يعني احلى طريقه للكنافه بجد. الكنافه بالشوكولاته دي جماعه اختراع، هنزل لكم طريقتها. اليوم ال12 السحور هيكون بطاطس بالبيض وجبنه بالطماطم وزبادي. الفطار هيبقى شاورمه فراخ رز وسلطه. العصير جوافه باللبن. الحلويات باقي الكنافه بتاعت امبارح، ما تنسوش وصحصحوا معايا شويه. اليوم ال13 السحور هيكون فول بالصدق جبنه زبادي. بالصدق دي عشان انا اسكندرانيه يا جماعه، عشان بس ايه ما تقولوش اللهجه مختلفه شويه. الفطار لحمه مسلوقه فتة ثوم شوربه. العصير خروب
الحلويات مهلبية قمر الدين، طبعًا أحلى حاجة في رمضان مهلبية قمر الدين. اليوم ال14 طب أنا هنا تقريبًا مش كاتبة الخُشاف والبلح والبلح باللبن، ليه بقى؟ لإني أنا باحس إن هُم يعني يا إما أساسيين قبل الفطار، يا إما في ناس مش بتحب الخُشاف، فيا إما كده يا إما كده، فعشان كده ما كتبتهمش. قُلت أنتِ لو بتحبي الخُشاف فأنتِ هتكوني معتمداه في كل الأيام تقريبًا، يا إما في ناس يعني بيبقى تمر باللبن بس، تمام؟ اليوم ال14 السحور قُرَص بالجبنة وفول بزبادي، بُصّي دلّعنا الدنيا خالص بقى، هنعمل كده شوية قُرَص وإيه، وننسى بقى إيه البيض والبطاطس والحاجات دي. الفطار برضه سمك تاني، برضه أنا مصممة. الفطار سمك شخورة، رز صيادية وسلطة. العصير ليمون بالنعناع، والحلويات باقي مهلبية قمر الدين. اليوم ال15 بيض بالخضار، جبنة، فول. الفطار صدور فراخ مشوية ومكرونة وسلطة. العصير خروب. الحلويات قطايف بالقشطة والمكسرات. اليوم ال16 السحور فول بالطحينة، جبنة وزبادي. الفطار مكرونة كبدة اسكندراني، سلطة. العصير تمر هندي. الحلويات طبعا جيلاتي، وفي ناس على فكرة بتاكل الجيلاتي عادي في الشتاء يعني مفيش مشكلة. اليوم ال17 السحور قطايف بالجبنة، فول وزبادي. الفطار بفتيك باللحمة ورز بالشعرية وملوخية. العصير قمر الدين. الحلويات كنافة بالشربات فقط. اليوم ال18 الفطار فول بالخلطة، جبنة بطاطس. السحور مكرونة نجريسكو بالفراخ، سلطة سمبوسة. على فكرة منيو اقتصادي جدا. هتقولي لي اقتصادي ازاي وهو فراخ ولحمة وسمك؟ بس لو انت شفتي يعني تناسق الحاجة هتحسي ان هنا مكرونة نجريسكو بالفراخ، ممكن يعني حتة فراخ صغيرة، هتلاقي هنا كفتة، هتلاقي هنا جلاش بالفراخ برضو، ممكن بقيت يعني صدر واحد يعمل ده ويعمل ده، اخده بالك؟ فانا مش محملة عليكي خالص في المنيو ده، فعلا منيو اقتصادي من الدرجة الاولى. اليوم هنا حلويات جيلي بالفراولة. اليوم 19 سحور فول بطاطس مهروسة بالثوم زي ما قلت لك برضو، فص ثوم واحد وزبادي. الفطار كفتة الحاتي ومكرونة. العصير قمر الدين. الحلويات كنافة اللي باقية عندنا، لو باقية عندنا يعني كنافة، احنا اكيد بقى ايه هنبقى في يعني يعتبر كده احنا عدينا اصلا الشهر 20 يوم اهو. لو باقية عندك، مش باقية عندك ممكن بقية الجيلي، يعني ايه الدنيا باذن الله تمشي. وطبعا الحلويات لان الولاد بيبقوا رابطين رمضان بان احنا ده شهر بقى انت بتعملي لنا فيه حلويات رمضان وكده. اليوم ال20 السحور جبنه قريش بالطماطم وبيض مسلوق. الفطار جلاش بالفراخ وبانيه خضار خضار مقطع ده يعني طماطم وخيار وكده. العصير موز باللبن. الحلويات مهلبية قمر الدين. اليوم 21 السحور فول بطاطس محمرة وزبادي. الفطار طاجن بامية باللحمة ورز بالشعرية ومخلل. العصير تمر هندي. الحلويات باقي المهلبية. اليوم ال22 السحور بيض بالجبنة فول. بيض بالجبنة بقى اللي هي بالجبن اللي هي موتزاريلا مثلا لو عندك، جبنة رومي لو عندك. الفطار سمك مشوي ورز صيادية وسلطة ومسقعة. العصير فراولة. الحلويات زلابية يا جماله. اليوم ال23 آخر دلع والله. السحور فول جبنة بالطماطم. الفطار كفتة فراخ بطاطس مكرونة طحينة. العصير صوبيا أو خروب أو الاتنين مع بعض. الحلويات فاكهة نجيب أو حتى نوع واحد، أنا قلت لك هاتي اللي تقدري عليه واللي يناسبك. اليوم ال24 السحور هيكون جبنة وبطاطس مهروسة وزبادي. والفطار هيكون محشي مشكل وصدور فراخ. وهتقولي لي ايه ده انتي لسه فاكره المحشي؟ يا جماعه انا بقول عامله منيو اقتصادي، فمش كل يوم هعمل محشي او هكتب محشي. ممكن تعملي المحشي في اول رمضان، بعدها باسبوع ممكن تتعزمي فتاكليه. المحشي بيكون موجود في العزومات، فانا هنا مش ذاكره عزومات، فلو اتعزمتي او عزمتي انت هيبقى في محشي اكيد، فعشان كده انا مش حاطاه في المنيو اساسي. العصير تمر هندي. الحلويات كنافة بالشوكولاتة. على فكرة هنا ممكن تبدليها بالكريمة، عشان أنا ناسية خالص الكريمة، مع إن الكريمة على فكرة أحلى بكتير والله. اليوم ال25 السحور بطاطس محمرة فول بالخلطة. الفطار كفتة داوود باشا خطيرة رز بالشعرية وسلطة. العصير خروب. الحلويات باقي الكنافة. كل الوصفات بتاعة الفطار بإذن الله بإذن الله هتنزل لكم على القناة خلال شهر رمضان. أنا برضو ممكن أشتغل في المنيو ده لأن هو كويس جدا، فالوصفة اللي هعملها على طول هتنزل. يوم ال26 السحور هيكون فول بالطحينة وبيض مسلوق. الفطار فراخ في الكيس الحراري ورز معمر وسلطة. والعصير هيبقى موز باللبن. والحلويات قطايف. اليوم ال27 السحور هيكون فول بالصلصة وبيض مسلوق وزبادي. الفطار حواوشي أو عيش باللحمة حسب ما انتوا يعني اللهجة بتختلف شوية عندنا، وطحينة. العصير سانشاين. والحلويات زلابيا. اليوم ال28 السحور هيبقى فول بالخلطة جبنة زبادي. الفطار هيكون لحمة محمرة ورز بالثوم وشوربة وسلطة. العصير هيكون عصير برتقان. الحلويات كنافة بالمكسرات.
هنا بقى يعتبر دي آخر صينية كنافة، إحنا كده بنودّع رمضان خلاص، الأيام بتجري بسرعة. اليوم ال29 السحور هيكون فول بالتوم، بيض مقلي وجبنة، والفطار هيبقى سمك، سنجاري ورز صيادية وسلطة وبتنجان مقلي، العصير سانشاين بيكون مع السمك حلو أوي، وخروب، والحلويات باقي الكنافة اللي عندنا قبلها بيوم. اليوم ال30 بيكون يوم وقفة العيد، كل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بالخير اللهم آمين. في ناس بقى هنا بتنقسم شقين، في ناس بتبدأ بدري أوي وفي يوم الوقفة خلاص هم بيفتحوا الدنيا وبياكلوا رنجة وسردين وفسيخ والحاجات الحلوة الجميلة دي من أول يوم، يعني من يوم الوقفة، أول ما خلاص يبقوا عارفين إن هم مش هيصوموا تاني يوم، لأ خلاص هم بيفطروا رنجة وسردين وفسيخ. هتقولي إزاي حد يفطر رنجة وسردين وفسيخ؟ هاقول لِك أنا استغربت زيِّك كده بالضبط، وأنا باعمل المنيو لقيت إن فعلًا في ناس حواليّا بيفطروا أو يوم الوقفة بالرنجة والسردين والفسيخ. طب تعالوا بقى للناس اللي هم مكملين رمضان لحد آخر وقت وهيفتحوا الرنجة والسردين والفسيخ أول يوم العيد. الناس دي بقى بتجيب إيه؟ فرخة مشوية، في ناس بتجيب حمام، في ناس بتجيب بط، بيبقوا عاملين زي إيه، إحنا خلاص بنودّع الشهر الكريم وبنستقبل العيد بقى بالرنجة وبالفسيخ وبالسردين، ولكن طبعًا أصحاب الفكرة دي يعني ربنا معاهم، أنا ما أعرفش إزاي أفطر رنجة وسردين لولا اختلاف الآراء لبارت السلع. الحلويات بقى بتاعة العيد وكحك العيد، وكل سنة وأنتم طيبين وعاملة لكم قلوب وشغل وحركات أهو. ربنا يعود عليكم يا رب الأيام بالخير ويجعله شهر الخير اللهم آمين. ويا جماعة عايزة أقول لكم حاجة مهمة أوي، إن شهر رمضان من الشهور اللي ما تحسبلهاش، ما تفكريش فيها، ما تقوليش جبت، ما تقوليش ما جبتش، ما تقوليش هاجيب منين. شهر رمضان هو شهر من عند ربنا، بيكون زي منحة في الأرض حقيقي والله العظيم، يعني هو بيجي برزقه. ساعات بتبصي في تلاجتك تقولي هي الحاجة دي جاية منين، وساعات تبصي على ترابيزة السفرة بتاعتك أو الترابيزة اللي بتاكلي عليها تقولي إيه الأكل ده جه منين، تلاقي حد مثلا باعت لك حاجة أو مثلا باباكي أو مامتك باعتين لك حاجة. سيبوا الشهر ماشي ببركته، ما تقعدوش تفكروا احنا هنعمل ايه، لا ده انا ما معيش، لا ده انا ما قبضتش، لا ده انا ما جبتش. سيبوا الايام ماشيه، هتلاقوا بركه ربنا فعلا هي اللي بتمشينا الشهر. والله احنا بنصرف مصاريف، يعني ساعات ممكن تقولي ايه ده انا قبضي كذا، ازاي بصرف المصاريف دي؟ اقول لك دي بركه ربنا بتكون في فلوسك. اهم حاجه مش عايزين ننساها، ودي من اهم الحاجات اللي هفضل يمكن في اي فيديو ميزانيه ومنيو بقوله وهافضل أقوله، الصدقة. الصدقة يا جماعة ما تنسوهاش وما تستهونوش بيها، ولو حتى 5 جنيه، 5 جنيه تطلع لحد كده في الشارع وأنتِ ماشية حتى واخلصي النية فيها، طلعيها كده وأنتِ نيتِك مثلًا شفاء، أي حاجة، أي حاجة شوفي أنتِ بتتمني إيه، وفعلًا يعني حتى لو أنتِ مثلًا تعبانة أو حاجة طلعي صدقة، داووا مرضاكم بالصدقات، وسيبوا الشهر ببركته زي ما قُلت لكم، وبإذن الله، بإذن الله يكون أحسن شهر عليكم كلكم، وأفضل أيام تعيشوها في حياتكم، واشوفكم في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. مع السلامة.